التقارب الحقيقي والتعاون الفعلي على طريق التكامل والاتحاد المغاربي تتمثل بمشكلات السيادة الوطنية على بعض المناطق، وقد كانت هذه المشكلات من آثار المرحلة الاستعمارية، فقد ورثت البلدان المغاربية حدودا متفجرة بفعل التقسيم الاستعماري. كانت فرنسا تعتقد أن الجزائر أصبحت جزءا من إمبراطوريتها، لذا راحت تقدم من الأراضي التونسية والمغربية لضمها إليها، أي إلى التراب الجزائري، وتركت المناطق الصحراوية مجرد مراع لسكان البلدين من غير تحديد تبعيتها لأي سلطة، مع أن هؤلاء السكان يدينون بالولاء لسلطان المغرب. لأن الجزائر التي احتلتها فرنسا في 1830 لم تكن مساحتها تزيد على حوالي 300 ألف كيلومتر مربع، هذا معروف تاريخيا. كانت فرنسا قد أبرمت اتفاقية اللامغنية حول الحدود مع المغرب بتاريخ 18 من مارس آذار عام 1845، وتضمنت 7 نقاط رئيسية ويمكن تلخيصها على الشكل التالي: ستبقى الحدود كما هي وكما كانت سابقا بين المغرب وتركيا بدون تعديل، ولا يمكن لأي دولة أن تقوم بأعمال إنشائية على الهوامش الحدودية، كما لن يكون هناك أي تحديد لهذه الحدود بالحجارة. قام المفوضان بترسيم الحدود بواسطة الأماكن التي تعبر من خلالها، كما لو أنها خط مرسوم عبر الجبال والوديان حتى الصحراء جنوبا والمتوسط شمالا. بعد استقلال الجزائر لم يستطع قادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية الوفاء بالاتفاق الذي عقده فرحات عباس مع الملك الحسن الثاني حول الحدود والصحراء الشرقية. بعد الاستقلال كل تقوقع داخل وطنيته التنافسية، والنتيجة في النهاية كانت حرب الرمال. كانت حرب الرمال بين الجزائر والمغرب نتيجة لمطالبة المغرب بالمناطق الخاضعة للإدارة الفرنسية في الجزائر. بعد استقلال المغرب لم يقبل محمد الخامس بمناقشة موضوع الأراضي الجزائرية مع فرنسا، بل انتظر حتى نيل الجزائر استقلالها كي يناقش هذه المسألة مع إخوانه الجزائريين بحسب تعبيره، وقد توصل إلى عدة اتفاقيات مع القائد الجزائري فرحات عباس، غير أن هذه الاتفاقيات قوبلت برفض القائد أحمد بن بلة الذي كان أكثر راديكالية وثورية. هذا هو سبب حرب الرمال. كانت هناك تعبئة غير معقولة من أجل الحرب، كانت أشبه بهوس وطني. تم التعبئة الوطنية في هذا البلد ضد الوطنية في البلد الآخر. تركت حرب الرمال شرخا قويا في العلاقات المغربية الجزائرية، حينها نسي التآزر والتنسيق من أجل إجلاء الاستعمار الفرنسي، ونسيت الشعوب روابط اللغة والدين والتقاليد، وحلت الضغينة. في رسالة غير مؤرخة وجدناها في الأرشيف الفرنسي كان قد بعث بها الملك الحسن الثاني إلى الرئيس الجزائري أحمد بن بلة بعد اندلاع حرب الرمال، جاء فيها: فخامة الرئيس، أثناء اللقاءات التي جرت مع مندوبي بلدينا حول الأحداث الأليمة التي وقعت في حاس بيضة وتنجوب، ومحاولة الوفد المغربي الجزائري المشترك التوصل إلى وسيلة لوضع حد للخلاف العسكري واتساعه إلى مناطق أخرى، وصلتنا معلومة رسمية من ولاية وجدة. فبحسب هذه المعلومة الجيش الجزائري تسلل إلى أراضي هذه الولاية وشن هجوما شرسا على نقطة المراقبة في عيش على بعد 50 كيلومتر شمال شرقي فيجيج. وبصفتك المسؤول الأول عن مصير الجزائر ومستقبل شعبها، فمن المستحيل ألا تدرك خطورة هذه التصرفات أو نتائجها. إن توجه السياسة الجزائرية التي ترجمتها تصرفات عنيفة لا يسمح بأي حال من الأحوال إيجاد حلول للمشاكل العالقة عبر التفاوض والحوار المباشر. في الختام أبلغكم أن المغرب مستعد لمواجهة كل الظروف الطارئة
بكل الوسائل الممكنة. وقع وقف إطلاق النار بتدخلات من الدول الإفريقية، حيث تأسست لجنة اجتمعت في باماكو، وظلت هذه اللجنة تجتمع إلى حتى سنة 64، حيث أقرت بأن هناك فعلا خلاف على الحدود بين المغرب والجزائر. عام 1965 وقع انقلاب عسكري على حكومة أحمد بن بلة قاده وزيره في الدفاع هواري بومدين، وتوجهت البلاد بعد ذلك نحو المعسكر الشرقي، فتباينت التوجهات السياسية في كل من الجزائر والمغرب الذي اتبع منحى منحى المعسكر الغربي، وازدادت الصراعات حدة بين البلدين في عهد الرئيس هواري بومدين الذي أراد الحفاظ على وضعية الحدود كما تركها الاستعمار الفرنسي. من الزمن طالب الملك محمد الخامس وابنه الأمير مولاي الحسن بالأصل المغربي لمنطقة الصحراء، كما ادعيا أن موريتانيا تنتمي إلى المغرب الكبير. تشير الوثيقة الفرنسية الصادرة بتاريخ 4 سبتمبر أيلول عام 1958 كان قد بعث بها السيد بارودي سفير فرنسا بالرباط إلى السيد كوف دي مورفيل وزير الخارجية الفرنسي، جاء فيها إن مؤتمر موريتانيا والصحراء المنعقد بالرباط منذ يومين، والذي يجمع الملك محمد الخامس وبعث موريتانية من شيوخ القبائل، أنهى أشغاله بتبني النقاط التالية: اعتبار موريتانيا والصحراء جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي، ومطالبة الأمم المتحدة بتبني هذه المسألة. إن المؤتمرين يعترضون على مبدأ الاستفتاء الذي طرحته فرنسا ويشككون في نزاهته، يعتبرون ثروات الصحراء وموريتانيا ملكا للسكان المحليين، ويعترضون على الشركات الأجنبية بالمنطقة. بدأت محادثات سرية مع الحكومة الإسبانية، كما أن المغرب قدم مطالبه أثناء كل المؤتمرات واللقاءات العالمية التي حضرها، وجرى تقديم طلب انسحاب الاحتلال من المنطقة التابعة للمغرب إلى الأمم المتحدة. وقد أزعج هذا التصرف الإسبان كثيرا، إذ إنه لطالما اعتبرت الحكومة الإسبانية والجيش الإسباني تحديدا هذه المنطقة خاضعة لسيادتهم. في هذا السياق جاءت فكرة أن نقيم محور مغربي موريتاني على أساس أن الصحراء نسترجعها نحن الاثنان ونتقاسمها أو نتقاسم استغلالها. هناك من كان يرى في هذا تنازل لموريتانيا، ولكن كانت الحكمة تقول أنه من الأفضل أن نكون نحن وموريتانيا شريكين في هذه العملية، على أن نترك موريتانيا تتحالف مع الجزائر ومع إسبانيا ونصبح نحن معزولين. وأخذ يعمل في اتجاهين: اتجاه تكريس الاتفاق مع موريتانيا وتوطيد التفاهم المغربي الموريتاني ضد اسبانيا، والاتجاه الاخر هو مراودة اسبانيا على ان تحل المشكلة مع المغرب وموريتانيا. الرئيس ولد الى كولوم بشار، وكان جدول الاعمال يحتوي على نقطة واحدة: تهديد المختار ولد بمصير غير معروف في حالة إذا ما استمر في هذه العلاقات مع المغرب. كانت التناقضات بين المغرب والجزائر لها طبيعة سياسية، فكلتاهما يشهدان حركة وطنية قوية وشعورا وطنيا قويا، وتسعى كل واحدة لتكون الدولة الأقوى لتترأس مجريات الأحداث في منطقة المغرب العربي. الاتفاق كان صارخا بين اسبانيا والجزائر على الكيد للمغرب، ولهذا فإن جميع الأمور التي حدثت فيما بعد
كانت منسجمة مع هذا الاختيار. بدأ المغرب بالتحضير لمفاجأة ستغير معالم المنطقة. ففي 16 من أكتوبر تشرين أول من عام 1975 دعا الملك الحسن الثاني لبدء التعبئة السلمية التطوعية لاستعادة الأراضي الصحراوية، وهكذا خرج حوالي 350 ألف مغربي من كل المدن المغربية باتجاه الصحراء. غير أن الأمور تغيرت في العام 1975 إذ كانت مفاجأة كبيرة تنتظر وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لدى عودته إلى الجزائر قادما من المغرب، عندما علم أن الرئيس بومدين سيقف هو وشعبه إلى جانب جبهة البوليساريو. تشير وثيقة من الأرشيف الفرنسي بتاريخ 5 من يوليو تموز عام 1975 إلى بيان حول زيارة وزير الخارجية الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى المغرب، حيث تمت محاولة التقرب بين البلدين بعد فترات قطيعة. يشير البيان في فقرته الرابعة إلى فشل المحاولات الجزائرية التي سعت إلى زعزعة الوحدة الوطنية المغربية، وقد ظهرت هذه المحاولات من خلال موقف الجزائر من الاتفاق الموريتاني المغربي وقضية الصحراء، الذي عبرت عنه الجزائر في محافل دولية كمحكمة العدل الدولية في لاهاي ومؤتمر منظمة الدول الإسلامية المنعقد بجدة، حين قدمت الجزائر لجبهة البوليساريو ملاذا رمزيا هو مدينة تندوف المتنازع عليها، وقدمت لها أيضا السلاح والمال، وأكثر من ذلك قدمت لها دبلوماسيتها التي كانت أكثر من رائعة في تلك الفترة. كانت العلاقة بينهما علاقة حميمية، كانوا يشكلون وحدة. تقع جبهة البوليساريو في منطقة جزائرية في تندوف، وكانت الجزائر تدعمها وتدافع عنها، وكان أبناؤها يحملون جوازات سفر جزائرية، لذلك فقد كانت هناك وحدة حقيقية بينهما. ليس بمقدور جبهة البوليساريو القيام أو القبول بأي شيء من دون الجزائر، كان ينقصها الاستقلال السياسي بالرغم من ادعاء قادتها الاستقلالية. ليس بإمكانهم القيام بأي شيء مخالف للسياسة الجزائرية الخارجية. ظهرت جبهة البوليساريو، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، في فترة السبعينيات من القرن الماضي، وقد أسهمت عوامل عدة في نشوئها، منها كون قادة جبهة البوليساريو من الشباب الصحراوي المغربي المثقف، إذ إنهم درسوا في جامعات مغربية واحتكوا بالأحزاب اليسارية المغربية التي إما انتسبوا إليها أو على الأقل شعروا برابط. توتر العلاقات الناجم عن قضية الصحراء تسبب بإغلاق الحدود. دعنا لا ننسى أن الجيش الجزائري دخل مقاطعة الصحراء الإسبانية القديمة ليدعم جبهة البوليساريو في معاركها الأولى، وقد كان في هذا اعتداء على الجيش المغربي، كما أن دعم الجزائر غير المشروط لجبهة البوليساريو أيضا تسبب بالعداء وإغلاق الحدود. المغرب موقن بأن هذه أرضه وهو فيها، ومنذ 34 سنة وهو يرسخ وجوده فيها، ولا توجد قوة يمكن أن تقتلعنا منها، هذا شيء واضح.